السلام عليكم. النهاردة جاي أكلمكم عن حاجة مختلفة جدا، عن some expressions commonly used in religions، يعني بعض التعبيرات المستخدمة في الأديان. التعبيرات دي طبعا باللغة الإنجليزية. Two men, two books in a busy foreign city. The people were tired, stressed, confused. يعني كان في رجلين في كتابين مقدسين في بلد أجنبية، الناس كانوا متعبين ومرهقين على الآخر. كان في priest قسيس and شيخ وشيخ. The sheikh entered the mosque, stood inside the mosque. الشيخ دخل المسجد، وقف جوه المسجد، خطب في الناس. reminded people about mercy. ذكر الناس بالرحمة، فقال للناس ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. meaning we have not sent you except the mercy to the whole worlds. الناحية التانية القسيس دخل الكنيسة وذكر الناس عن الحب. The priest entered the church, stood inside the church, opened the Holy Bible and said, love one another، يعني أحبوا بعضكم. في الناحية التانية الشيخ ذكر الناس عن الصبر، قال للناس، فقال لهم إيه؟ إن الله مع الصابرين. Indeed Allah with the patient. في الناحية التانية البريست ذكر الناس بالمسامحة والمغفرة، وقال للناس لازم يغفروا ويسامحوا بعضهم. فقال ايه؟ قال forgive and you will be forgiven، يعني سامح او اغفر سوف يغفر لك. خلي بالك دي بعض المصطلحات المستخدمة في الأديان. كل الأديان بتركز على المعاني النبيلة للإنسانية، كل الأديان من غير أي استثناء. All religions aim for one purpose, teaching noble values such as mercy, love, patience, justice. الشيخ هناك عارف قال إيه؟ قال لهم ربنا بيقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صدق الله العظيم. Meaning Allah orders justice and good conduct. في الناحية التانية الشيخ القسيس the priest spoke about love، عن المحبة، وقال لازم الناس يحبوا بعضهم. وبكده احنا اتعلمنا حاجة مهمة. Some expressions commonly used in religions. اتمنى يكون استفدتوا من حلقة النهاردة. لو استفدت حاجة ما تنساش اللايك والسبسكرايب. تابعونا في انجليزي بلانيت عشان تستفيدوا اكتر. Thank you for watching.